ونحن على أبواب كأس العالم، وهذه بطولة ما تتكرر دائما في تاريخ اللاعبين. كيف تواصلك كابتن عبد الرزاق مع مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي؟ في تواصل بينكم، خاصة ان احنا على وشك اسبوع من اعلان قائمة المنتخب المغربي، وكثير من الجمهور المغربي وايضا من الجمهور السعودي يتمنى ان نشاهد عبد الرزاق حمد الله على ارض الميدان في مونديال الدوحة. كما ذكرت، خليني أبدأ لك بالنقطة الأولى اللي هي الجمهور المغربي. أنا ممتن كثيرا 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 للجمهور المغربي، الجمهور الذواق، الجمهور اللي يعرف الكورة ويفهم في الكورة. أشكرهم كثير على مساندتهم لي يعني طيلة الفترة الماضية، بالرغم من أني كنت مستبعد من المنتخب المغربي، لكن لهم كل الشكر والتقدير. أما بالنسبة لتواصلي مع المدرب وليد الركراكي، فأكيد هناك تواصل بيني وبينه طيلة الفترة الماضية، وحتى مع مساعد المدرب السيد رشيد بن محمود. وهذا التواصل فهو تواصل مثل التواصل مع جميع اللاعبين المغاربة، يعني اللي ممكن أنهم يروحوا لكأس العالم. وأنا جد سعيد يعني بالحوار اللي كان بيني وبينه، وإن شاء الله نتمنى الخير في الأيام المقبلة بإذن الله. مشتاق للقميص المنتخب المغربي كابتن عبد الرزاق؟ نعم، مرة أخرى أخوي. هل أنت مشتاق لارتداء القميص الوطني المغربي؟ أنت سألتي سؤال اللي المفروض ما يسأل. يعني أكيد البلد يبقى البلد، والوطن يبقى الوطن، والمنتخب هو جزء من الوطن. أكيد مشتاق لهذا القميص الغالي، لأنه بالرغم من أنه لعبت في عدة أندية وفي أماكن كثيرة، لكن لا شيء يعدل حمل قميص المنتخب الوطني. كيف علاقتك كابتن مع زملائك اللاعبين في المنتخب المغربي؟ هو في الحقيقة يعني أنا أشوف كثير من الإعلام يتكلمون على أنه حمد الله له علاقة مو حلوة مع اللعيبة حق المنتخب، وهذا شيء يعني بالعكس. يعني أكثر من 60 إلى 70% من اللعيبة حق المنتخب عندي معهم تواصل شبه مستمر وشبه يومي، ودائما ما نتكلم، ودائما ما نلتقي، ودائما ما عندنا علاقة ممتازة، والحمد لله. يعني علاقتي مع جميع اللعيبة حلوة يعني ممتازة. في 2019 كابتن عبد الرزاق انت غادرت معسكر المنتخب المغربي من 3 سنوات تقريبا. ليش غادرت معسكر المنتخب في 2019؟ هذه هي النقطة، على كما يقال نقطة التحول في مشوار عبد الرزاق حمد الله مع اليوث الأطلسي. في الحقيقة يعني هذه النقطة يعني مش تحول فقط مع أسود الأطلس، لكن أنا أعتبرها يعني نقطة سوداء في حياتي الكروية وفي مسيرتي الكروية، على غرار يعني الأسباب. لكن أنا شخصيا أعتقد أنه كان مفروض ما أسوي هذا الغلط حقيقة، لكن أعتقد في تلك اللحظة يعني سويت هذا الغلط عن دون قصد. لم أفكر يعني على عواقبه، وبالعكس أنا أخذت عواقب يعني بالنسبة لي أنا كلاعب كرة قدم وخيمة أنه تبعد من المنتخب 3 سنوات، فهذا بحد ذاته عقاب لذلك الخطأ. لكن كما قلت في أول مرة يعني شكرت الجمهور المغربي على وقفتهم معايا، أبغى أعتذر لهم مرة أخرى
واعتذر لاي مسؤول على هذا الخطا اللي سويته. واضح بعد انك انت في راسك حاجه في كاس العالم، يعني انت ناوي تخدم بلدك في كاس العالم بشكل غير مسبوق، وهذا اللي ادى انه حمد الله يقرر يفتح صفحه جديده مع الجميع. هل انا يعني قرات ما في مكنونك بشكل صحيح؟ تقريبا، لكن انا مش مو بسهوله اني اعتذر. بالعكس، في حياتي كلها، يعني حياتي الخاصه او حياتي المهنيه او حياتي يعني اذا سويت خطا اعتذر للشخص اللي سويت له الخطا. فما بالك انك تسوي الغلط يعني مع ناس يحبوك، يعني زي الجمهور المغربي، وفي الأخير يعني المنتخب الوطني يبقى الأب الروحي لأي لاعب مغربي. صحيح. فأكيد يعني لا مثل جميع اللاعبين المغاربة يحلمون أنهم يلعبون كأس العالم، والحمد لله يعني فتحت صفحة جديدة. في أول اتصال كان مع المدرب وليد الركراكي، يعني كما كان قال لي انه احنا الحين في صفحه جديده، ومن ذاك اليوم انا في صفحه جديده مع المنتخب. يعني لم يكتب لي اني اكون معهم في اخر معسكر، واتمنى ان شاء الله اذا اختارني المدرب ان اكون معهم في كاس العالم، فراح اكون معهم ان شاء الله. وان شاء الله اذا كنت معهم راح اعطي كل ما عندي واكثر. إذا ما كنت معهم فراح أكون أول مشجع للمنتخب الوطني. طيب